وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أيها الشيخ. بالخدمة، بارك الله بكم. من أين تتصلون؟ أتصل من الجزائر. أهلا ومرحبا، تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ. نشكرك. يا شيخ جزاك الله خيرا، أريدك أن أناظرك لأنني لست بالشيخ. أعذرني على الكلام لأنني لا أفهم اللغة العربية جيدا، ولكن يا شيخ أريدك أن نتناظر سؤال وجواب. أنا لا أناظر العوام، أنا لا أناظر العوام. إذا لست من العلماء فأعطيك الحق بأن تسألني. دقيقة انتظر دقيقة حبيبي، دقيقة. أنا لا أناظر إلا العلماء. دقيقة انتظر حبيبي، انتظر أعطيك الجواب. نعم. اعفهموا جيدا، أنا شأني أرفع من أن أناظر العوام. أنا لا أناظر إلا علماءكم، وعلماءكم المعروف الذي يثبت أنه من العلماء. دقيقة حبيبي انتظر لي. مثلا هو إمام في مسجد، هو خطيب منبر في منطقة، أو هو مدرس في كلية في جامعة، وإما إنه يناقش في التلفزيون في القنوات الفضائية، فأنا أناقشهم وأناظرهم وأعطيهم الوقت. وأما عوام الناس فأعطيهم الحق، يسألني سؤالين 3 أسئلة، لا أكثر من ذلك. فلا أناظرك حبيبي، بارك الله بك. تفضل، ما هو سؤالك؟ إذا تريد أن أناظر فعليك بأن تأتي بعلمائك، عليك بأن تأتي بعلمائك لكي يكون في شأني أن أناظرهم. أي نعم، تفضل. أريدك يا شيخ كلمة أو كلمتين بالخدمة. لأنني أريد الحق. بالخدمة. كلمة أو كلمتين لأنني أريد الحق. أنا بالخدمة، اسأل ما هو سؤالك. جزاك الله خيرا. هل يا شيخ تعتقد بأن القرآن محرف؟ لا أعتقد بذلك. وما حكم من يعتقد بأن القرآن محرف؟ بأن القرآن محرف، ما هو حكمه؟ هو على الضلال من يعتقد أن القرآن الكريم، وأنا إذا أقول إن القرآن ليس بمحرف وأن السنة ليس بمحرفة، فهذا لازم أن تلتفتوا إلى معناه الكلام الذي أنا أقول. الكلام الذي أنا أقول القرآن الكريم بأجمعه من أوله إلى آخره، وكذلك بل عندنا مشكل في البث قليلا، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته لها أمين من السماء، وهم أمناء الله في أرضه وسمائه، وهم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فإن هؤلاء أمناء الله في سماء وأرضه، فإن تمام نواميس الشريعة وتمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام أحكام القرآن الكريم وتمام ظواهر القرآن وتمام بطون القرآن وأسرار القرآن ومعجزات القرآن وشفاء القرآن ورحمة القرآن عند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه بل إلا المطهرون. ومن هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقولي بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن ليس بمحرف، لأن القرآن بخط أمير المؤمنين عليه السلام وبإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبترتيب ما أنزل هو موجود عند مولانا وصاحبنا الإمام العصر صلوات الله عليه. وأما القرآن الحاضر بين أيدينا فهذا كله كلام الله، كله كلام الله، ليس فيه شيء خارج عن كلام الله، ولكن ترتيبه ليس ترتيب ما أنزل الله، ترتيبه ترتيب جمع الذي جمعه الصحابة. وأيضا أنا رأيي هذا وليس رأي جميع الشيعة، ليس رأي بعض العلماء رأيهم هذا، وهو رأي كثير من علمائكم كبخاري مسلم وآخرون، إن في هذا القرآن الكريم كانت فيه آيات تصريحات بأسماء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، تصريحات بأسماء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وتصريحات بكفر أبي بكر وعمر بأسمائهم ومشايخ قريش بأسمائهم. فإن عثمان حرق ذلك، إن عثمان حرق ذلك كما جاء في صحيح البخاري: إن القرآن نزل على 7 أوجه 6 منها حرقها عثمان. فإن عثمان حرقه ذلك، ولكن ليس هذا بمفنية،
ليس هذا لأن الله حفظه بمن؟ بصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. إن الله حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمن؟ بمن هو أمين الله في سمائه وأرضه، وهو مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا هو رأيي في القرآن، وتكلمت حول هذا الكلام كثيرا وكثيرا، وأنا لا أعتقد إنك تفهم ما أقول أنا. اسمعني، أنا سمعتك يا شيخ. بلي. يا شيخ أنا سمعتك. نعم شيخ جزاك الله خير. أنا سمعت أخي. دعني أطرح سؤالي. نعم. دعني أطرح سؤالي. بلي. يا شيخ. بلي. ما حكم علماءكم الذين يقولون إن القرآن محرف؟ أنا أجبت على ذلك. أنا أجبت لك إنك لا تفهم. أنا قلت إنك لا تفهم كلامي. أنا أسألك، أنا أسألك سؤال. ماذا أنت تقول بمن قال بنقص القرآن بتحريف القرآن؟ ماذا أنت تقول له؟ أنا أسألك سؤال. أنت إنسني، أنت بلي لا تذكرني، أنا اتركني مثلا دقيقة. أنا أسألك أنت ماذا تقول بمن يقول بنقص القرآن الكريم؟ يا شيخ جزاك الله خيرا، اسمعني يا شيخ. أنا حبيبي سألتك سؤال أجبني عليه. سألتك، أنا قلت رأيي وبينت لك، ولكن قلت لك إنك لا تفهم كلامي. قلت لك أنت قل لي ما هو رأيك بمن يقول بنقص القرآن الكريم؟ هل تكفره؟ نحن نكفر من قال بتحريف القرآن. هل نقص القرآن من أنواع التحريف؟ هل نقص القرآن من أنواع التحريف؟ لا أفهم. هل من قال بنقص القرآن الكريم هل هو قول بتحريف أم ليس قول بتحريف؟ والله لا أفهم يا شيخ. أقول من يقول بأن القرآن ناقص هل تكفره أم ليس لا تكفره؟ نعم تكفره. فالآن أنا أقول دقيقة الآن أجبني أعطني فقط دقيقة. هذا كتاب صحيح مسلم، صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العادل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيشابوري، طبع دار الفكر في سنة 1432، دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب، في كتاب الرضاع، صفحة 686، كتاب الرضاع، باب التحريم ب5 رضعات، رقم الرواية 3487، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنه ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الكريم. وإنك الآن يا حبيبي إنك قطعتك اتصالك. لماذا قطعت عني؟ ولكن إنك تسمعني وسائر العمرية يسمعونني. يا أيها العمرية، إنكم تكفرون من قال بتحريف القرآن الكريم، وهذا قول عائشة صريحة بأن الآية 10 رضعات معلومات يحرمن جزء القرآن، ثم نسخ ب5 معلومات. إما تريننا أين هذا؟ شوفونا لكي ننظر في هذا المصحف الشريف أين هذين الآيتين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، ننظر إلى ذلك. وإما تعترفوا بأن عائشة قائلة بأن القرآن ناقص وتكفرون عائشة. ما هو جوابكم؟ ما هو ردكم؟ ولا تقولوا إنها منسوخ التلاوة، لأن منسوخ التلاوة لا دليل عليها. لا يوجد لديكم رواية واحدة ولو ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الفلانية منسوخ التلاوة. وقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن صريح أنها ليس منسوخ التلاوة. فإذا كان عندكم جواب، ولا يكون عندكم جواب حتى يوم الحشر، فإن شاء الله العزيز خابرونا، اتصلوا بنا، إما أن تكفروا عائشة، وإما تريننا تشوفون الآيتين في القرآن الكريم. وكذلك قول عمر في آية الرجم، وكذلك قول عائشة في آية الرجم، وال6 الحروف الأخرى، أين هؤلاء؟ أرونا ذلك.